مرحبا بكم في رحلة استكشافية إلى مدينة وجدة، اللؤلؤة الشرقية للمملكة المغربية. تقع هذه المدينة العريقة على بعد خطوات من الحدود الجزائرية، لتشكل بوابة المغرب الشرقية وهمزة وصل تاريخية بين المغرب والمشرق العربي. تأسست وجدة في القرن العاشر الميلادي، وعبر القرون تحولت إلى مركز تجاري وثقافي مهم. اليوم تجمع المدينة بين أصالة تاريخها العريق وحداثة حاضرها المتطور. في قلب المدينة تنبض المدينة القديمة بأزقتها الضيقة وأسوارها التاريخية، حيث تحكي كل زاوية قصة من قصص الماضي. تشتهر وجدة بأسواقها التقليدية النابضة بالحياة، حيث تمتزج روائح التوابل مع أصوات الباعة وحركة المتسوقين. سوق الذهب وسوق الحرف اليدوية يقدمان تجربة تسوق فريدة تعكس الثقافة المغربية الأصيلة. الحدائق الخضراء تزين المدينة، وأبرزها حديقة لالة عائشة التي تعد متنفساً للسكان والزوار. كما تضم المدينة جامعة محمد الأول التي تجذب الطلاب من مختلف أنحاء المغرب والدول المجاورة. المطبخ الوجدي يستحق اهتماماً خاصاً، فهو يجمع بين النكهات المغربية التقليدية والتأثيرات المتوسطية. أطباق مثل المشوي الوجدي والحلويات التقليدية تقدم تجربة طعام لا تنسى. تتميز وجدة بمناخها المعتدل وموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف المنطقة الشرقية للمغرب. من هنا يمكنك الوصول بسهولة إلى الشواطئ الجميلة في السعيدية أو استكشاف جبال بني يزناسن. اليوم تشهد وجدة نهضة عمرانية وتنموية كبيرة، مع الحفاظ على هويتها الثقافية الفريدة. مشاريع التطوير الحضري والبنية التحتية تجعلها وجهة جذابة للاستثمار والسياحة. شكرا لمشاهدتكم. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لمتابعة كل جديد عن المدن المغربية الساحرة. نراكم في الفيديو القادم.